مساء الفل. هعمل ايه النهارده؟ هعمل محشي فلفل وباذنجان، وهشكل بقى اسود وابيض، وهعمل شويه المحشي اللي ما حصلوش بتوعنا. وخلاص ظبطت الخلطه. شايفين الخلطه عامله ازاي؟ والله انا منظرها بيفرحني. هحكي لكم حكايه كده سريعه، عايزه احاول اختصرها بقدر الامكان. في عميله من عملاء الكيتشن عندي، لقيتها مره بتطلب طلب غريب جدا. بتقولي انا كنت عايزة اطلب محشي وكده، بس هو انا ممكن اطلب طلب؟ هو ينفع المحشي يكون فيه خضرة وطماطم وبصل وكده؟ طبعا الطلب كان غريب عليا جدا. هو يعني ايه الطلب ده؟ فقلت لها هو ده الطبيعي. قالت لي لا، انا اتعاملت مع مكان قالوا لي ان دي مش طلبات طبيعية، وان المحشي عبارة عن رز فقط لا غير. وان الخضرة والطماطم والبصل دي حاجات اضافية، يعني تطلب كده زيادة، لكن اصول المحشي رز بس. الكلام ده بقى موجه مش للعميلة، الكلام ده لصاحبة الكيتشن اللي قالت لها الكلام ده، او المطعم اللي قال لها الكلام ده. اتقوا الله. محشي ايه اللي اصله رز بس؟ ومحشي ايه اللي يتعمل من غير خضرة وبصل وطماطم وبهارات؟ لا يا حبيبتي، فوقي لنفسك. لو انتي بتضحكي على الناس عشان ما تتعبيش وتعملي اكل اي كلام وتبيعيه وخلاص، اتقي الله في اكل عيشك، او اتقي الله في اكل عيشك. المحشي منذ يعني هذا ما وجدنا عليه اباؤنا، عبارة عن رز مع خضرة زي ما انتوا شايفين كده، مع طماطم، شايفين لون الرز عامل ازاي من الطماطم، مع بصل وبهارات. اوعي تنسي البهارات، اوعي تقولي ان اساس المحشي من غير بهارات كمان. ملح وفلفل اسود وكمون ونعناع، هي دي البهارات بتاعت المحشي الاساسية. اتقوا الله في اكل عيشكم، وبطلوا تعملوا تصرفات تخلي الناس ما تبقاش عندها الثقة انها تتعامل مع مطابخ تانية من اللي بتشوفوا معاكم. انا بسمع حكايات فعلا غريبة وعجيبة. اصل الموضوع مش بيع وخلاص. ودي فرصة كويسة كمان عشان اقول للناس اللي بتفرح بالاسعار الرخيصة، ما ينفعش ان انتي بالعقل كده حاجة متكلفة 100 جنيه ازاي هتبيعها لك ب40 وب50 جنيه؟ الا لو كانت بتغش ومنقصة حاجات ومش مكلفاها ومش صارفة عليها. الاكسبشن الوحيد من اللي انا بقوله ده ان هي تبقى متخلفة عقليا او هبلة وفاكرة ان هي كده بتلم زباين. لكن اعقلوها كده، حاجة بتتكلف شوية الفلفل دول بس بمبلغ وقدره، شوية الباذنجان دول بمبلغ وقدره، الخلطة دي متكلفة. ازاي مثلا اكون انا مكلفة الشوية دول كده مثلا 100 جنيه ولا كلام من ده؟ يعني شوية الرز بس داخلين في الرز وصل دلوقتي عشان نجيب شوية رز عدلين مش اقل من 35 جنيه، واحيانا بيبقى ب40 جنيه كمان. ازاي بقى بعد ده كله الاكلة تتباع ب40 وب50 او بنص تمنها؟ الا لو كانت هي بتغش، الا لو كانت هي مش حاطة التوابل الكفاية، الا لو كانت هي بتبيع وخلاص وفاكرة ان اللي بيشتري ما بيفهمش في الاكل. بس حسبي، اوعي المحشي. المحشي الحاجة الوحيدة اللي الناس ما يضحكش عليها فيها، لان دي اكلة منذ قديم الازل. ودي الطريقة، شايفين المنظر كده؟ دي الطريقة اللي احنا اتعلمناها وتربينا عليها وكلناها في بيوتنا. رز وخضرة وايه كمان، وبهارات وبصل وطماطم، وشكرا.